فقال له انه كريم فؤاد كان معايا المعسكر اللي فات، وقال له انه فريقه يعني لم يثق فيه الا مباراه واحده بدأ فيها، اللي هي اخر مباراه، يعني قبل كده كان بديل وبينزل وفقا لكلام طبعا فيتوريا، اللي هي مباراه الداخليه الاخيره اللي هي جاب فيها هدفين واتلغى له كمان هدف ثالث وصنع هدف، فحاجه عظيمه جدا جدا يعني. دي وجهة نظر فيتوريا. طبعا احنا متفقين دايما، نحن ندعم المدير الفني تماما تماما تماما، لكن لا مانع من ابداء بعض وجهات النظر. كريم، انت النهارده اللاعب ده بيبقى عامل زي الزهرة، اذا ما قطفتهاش في الوقت المناسب قد تذبل، قد تذبل. النهارده وانا امبارح حتى بقول اسماء من النادي الاهلي السته، احنا تقريبا قلناهم مظبوط فيما عدا كريم. انا قلت كريم امبارح لانه لم اكن اتصور ان هو مش هيضم كريم فؤاد من منطلقين. المنطلق الاول ان هو كان اختياره المعسكر الماضي، المنطلق الثاني ان هو الزهره تفتحت، لانه مش بنتكلم على ماتش واحد، احنا بنتكلم على نزوله كبديل في اكثر من مباراه كان بيحدث الفارق. ماتش الاسماعيلي نزل واحدث الفارق، ماتش السوبر نزل واحدث الفارق، ماتش الداخليه بدأ واحدث كل الفوارق. اذا هذه ظاهره قد تفتحت واينعت وحان قطافها، وحان قطافها. ومؤكد كريم وهو في البيت امبارح متأكد كما كنا نحن كذلك انه هيلاقي اسمه ضمن المختارين. كنتش احب ان هو يصدر له مش عايز اقول احباط، لانه اللاعب لازم يبقى دايما عنده اصرار واراده وعزيمه، لكن ليه اهمده؟ يعني انت واخد ناس مع كل الاحترام ولا حد فيهم هيلعب، وانا قلت ده عادي طبيعي، لان انت هتلعب ب 11 وهتغير 3 4 بالكتير. يعني لو بنتكلم مثلا يعني انا عايز اقول ايه في الحته دي، انه في ناس كتير انت على يقين هي مش هتلعب، لكن انت ضمتها على اساس ان انت بتديهم الاجواء. فكريم كان لابد انه يخش، لانه هذا هو توقيته، ده توقيته، لانه نص يعني في مجموعه مش هتسافر اساسا يعني، وبالتالي علينا ان احنا يعني ده رايي، اما يكون حد منور قوي ما ينفعش اعمل ان انا مش شايفه، وما ينفعش في المؤتمر تقول اصل ناديه حط ثقته فيه في مباراه واحده لما بدأ من البدايه. ما ينفعش يتقال كده، لا، اللي يتقال ان هو نزل وتألق في مباراه، ماتش اللي قبليه نزل بديل وصنع الفارق وصنع هدف، ماتش السوبر حسم الموقعه بهدفه في الشوط الثاني بتواجده الرائع بعد مجهود كبير في منطقه التهديف، ده اللي يتقال. وبالتالي كان الطبيعي انه كريم فؤاد يكون في القائمه. انا بس حبيت الكلمتين دول اقولهم عشان اشجع كريم، مش انتقد فيتوريا، لا، انا بقول ده، ومش بقول ده يا كريم نوع من انواع التشجيع، يعني ان انا بشجعك في الهوا، هذا حقك، هذا اللي انا بقوله ده حقك الطبيعي.